الذات غير الشخص، والأقنوم والذات حاجة واحدة، والشخص اللي هو شخص الله ثلاثة يعني حضرتك شايف ان الروح القدس مش شخص اصلا، صح؟ أنا شايف كده. طب البابا شنودة يا فندم بيقول ان الروح القدس شخص. أقنوم البابا والمسيح أقنوم. لا، شخص. البابا شنودة كان بيقول ان الروح القدس شخص في كتاب الروح القدس وعمله فينا صفحة 13. ايه رأي حضرتك يا فندم؟ انا لازم ارجع للنص ده، لان انا مش واثق من الكلام. تمام يا فندم، انا الكتاب قدامي بيقول البابا شنودة ارجع لازم ارجع بيقول ان الكتاب المقدس يدل على انه شخص. ده كلام البابا شنودة في كتاب الروح القدس وعمله فينا. يعني حضرتك كنت بتقول ان انت قاعد جنب الانبا. الشخص والذات والاقنوم. كلمة اقنوم تعني شخص او ذات او شخص او كيان او كائن. استنى، كلمة اقنوم غير الشخص. هي يا فندم، مع الفارق، في فرق بسيط، ان ده شخص الهي. ده كلام القس بشوي حلمي، قال كده اقنوم يعني شخص الهي. انا اخشى ان تتفهم ان كده ان 3 اشخاص. ما هم 3 اشخاص. لكن لما اقول اقنوم يعني حاجه ما يقوم عليه الذات الواحد. القس بولس الفغالي كان على 3 اقانيم. القس 3 اقانيم دول اللي ما يقوم عليه الذات الواحد. ما هو مش ذات واحده يا فندم. بابا تيموساوس حرم اوسابيوس عشان قال ان الله ذات واحده. قال له لو انت هتقول ان الثالوث ذات واحده فقد بطل ذكر الثالوث وبطلت ايضا معموديتك، لانها باسم الاب والابن والروح القدس، ويكون على زعمك ان الثالوث تألم ومات وبطل. طيب يبقى الثالوث 3 ذوات. اصل سابيليوس كان بيقول ان واحد بس، ان واحد ما قالش مش مثلث الاقانيم، فقال له كده تبقى معموديتك باطله. ايوه، لا هو سابيليوس قال ان الله شخص يعني واحد. لما قال له بص يا فندم، ايوه صح، قال شخص واحد وقال له ده غلط. سابيليوس كان كاهن من شمال افريقيا. الفكره بتاعته قال ايه؟ ان الله شخص واحد فقط، يعني اقنوم واحد. يعني الله شخص واحد. سابيليوس كان بيقول كده، لكن هو في الايمان المسيحي 3 اشخاص.